أهلا وسهلا بكم. هنتكلم في الفيديو ده على كيفية الاشتراك في خدمة رنان من موبايلي، وكمان هنتكلم على كيفية إلغاء الاشتراك برضو لرنان من موبايلي. كيفية الاشتراك أو تفعيل الاشتراك في خدمة رنان من موبايلي بتبدأ في إرسال رقم 1 إلى رقم 1404. يبقى أنت هتبعت رسالة ونص الرسالة هيكون مكتوب فيها 1، وهتبعتها لرقم 1404. أما بقى عن كيفية إلغاء الاشتراك في خدمة رنان، وهو إنك بتبعت في نص الرسالة 0 إلى رقم 1404. يعني بتبدأ في فتح الرسائل وفي نص الرسالة بتكتب 0 وبتبعتها لرقم 1404. بقى ليه سعر الاشتراك؟ فهو زي ما انتم شايفين كده هو عبارة عن 5 ريال كل شهر. طبعا بتتخصم منك من خلال الرصيد، فتقدر تشترك وتلغي خدمة رنان من خلال الأرقام اللي احنا قلنا عليها. طب ايه هي خدمة رنان؟ هي خدمة تسمح للمستخدم تعيين خدمة خاصة للمتصلين لسماع نغمة من اختياره بدلا من النغمة العادية أو رنة الهاتف، أو تسمى بالكول تون. وطبعا هي المقابل بتاعها بيكون 5 ريال شهريا. طب في طرق تانية للاشتراك والإلغاء؟ أيوة في. ممكن برضو بتبعت في نص الرسالة رنان إلى رقم 1404. لو عاوز تلغي الاشتراك بتبعت ألف بعد كده رنان برضو لرقم 1404. لإيقاف الخدمة مؤقتا بتبعت في نص الرسالة إغلاق لرقم 1404. برضو لاستئناف الخدمة بعد إيقافها بتبعت تفعيل لرقم 1404. للمساعدة بتضغط على أو بترسل ميم لرقم 1404. وأنت بقى عاوز تشترك في خدمة أذان رنان، في الحالة دي طبعا اللي هيتصل بيك هيسمع الأذان، وطبعا هتكون النغمة هتكون هي الأذان. برضو الاشتراك بيكون 5 ريال. للاشتراك بتبعت صاد إلى رقم 1404 أو بيكون في نص الرسالة صاد. لإلغاء اشتراك بتبعت 1 صاد أو ألف صاد ل 1404. للاستعلام عن أوقات الصلاة بتبعت وقت إلى رقم 1404. للمساعدة بتبعت أذان لرقم 1404. بالنسبة لخدمة بقى توقيعي من رنان، الخدمة دي طبعا للإبلاغ عن المتصل عبر رسائل اختيارات تظهر شاشة المتصل خلال فترة الانتظار، ويمكن الاختيار بين الرسائل المتوفرة. والخدمة دي برضو ممكن من خلالها معرفة وقت الصلاة لدى ممكن تستطيع الرد عليه الآن. وكمان سعر الاشتراك الشهري بيبقى 5 ريال. بالنسبة بقى للاشتراك في الخدمة بتبعت شين لرقم 6 بعد كده 4 خمسات 6. إلغاء الاشتراك في الخدمة بتضغط على أو بتبعت إلغاء لرقم 6 بعد كده 4 خمسات 6. لمعرفة التوقيع الحالي بتبعت ت ل 6 4 خمسات 6. لمعرفة أوامر الخدمة م ل 6 4 خمسات 6. طبعا في نهاية الفيديو ما تنساش إنك تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.